أهلا وسهلا فيكن يا غوالي. اليوم جايبت لكم وصفة بتعمل ضجة على الطاولة. زنجر دجاج كريسبي مقرمش من برا وناعم وجوسي من جوا، نفس نكهة المطاعم ويمكن أطيب. إذا جربتوها مرة ما عاد في رجعة للجاهز. قبل ما نبلش خبروني بالتعليقات من وين عم بتتابعوني. بوعاء كبير بنحط كوب طحين، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة هيل مطحون. نخلط شوي لحتى يتجانسوا. ملعقتين كبار من عصير الليمون مشان الطراوة والنكهة، ملعقة كبيرة توم مهروس، بيضة واحدة مشان تربط الخليط، كوب حليب بارد بساعد الدجاج يضل طري، ملعقتين كبار من نشاء الذرة هو سر القرمشة، ملعقتين كبار لبن أو زبادي بيطري الدجاج لدرجة خيالية، ربع كوب مي بارد مشان نوصل للقوام المناسب والمطلوب. نخلط المكونات كتير منيح بالمشبك اليدوي لحتى تتجانس المكونات. هلا بدنا كيلو 200 غرام من صدور الدجاج، قطعتهم أصابع متوسطة، لا سميكة كتير ولا رفيعة مثل ما واضح عليكم. بننزل الدجاج بقلب هالخليط يلي حضرناه وبنخلطه كتير منيح مع بعض لحتى كل قطع تتغلف بهي التتبيلة. بنغطيها وبنحطها بالبراد شي 3 ساعات على الأقل، وإذا عندكم وقت ممكن تخلوها ليلة كاملة. كل ما طالت المدة كل ما كانت النتيجة أطيب وألذ. خليط التغليف يلي راح يعطينا طبقة مقرمشة مجنونة. انتبهوا معي على الكميات: كوبين طحين، نص كوب من نشاء الذرة أساس القرمشة ما تستغنوا عنه، ظرفين بيكنج باودر ما يعادل 20 غرام، هذا بيعطي نفخة وخشونة لطبقة التغليف، ظرفين من بودرة الماجي ما يعادل 12 غرام بيعطي الطعم الكنتاكي الجاهز، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، ملعقة صغيرة بابريكا ممكن تستخدموا الحار أو الحلو على حسب الرغبة، نص ملعقة صغيرة كركم بيعطينا اللون الذهبي الحلو. نخلط المكونات الجافة بالملعقة. طالعنا الدجاج من البراد ما بدنا نغمز كل الكمية سوا، نشتغل على دفعات صغيرة مشان نحافظ على برودة الخليط. ناخد كمية قليلة من دجاج من خليط النقع بنحطهم مباشرة بخليط التغليف وبنغلفها بلطف، يعني ما بدنا نكبس عليها كتير، بدنا نخلي الطحين يمسك فيهم بشكل عشوائي مشان تصير عنا نتوءات الكريسبي، يعني هيك الشكل بيطلع مرتب وحلو. ملاحظة بهاي المرحلة فيكم تفرزوها، حطوها بطبق واتركوا مسافة بيناتهم وغطوها، وعلى الفريزر بيضلوا جاهزين لأي وقت بدكم تعملوا فيها زنجر سريع. بنكمل تغليف كل الدجاج بنفس الطريقة. هلا على القلي الزيت لازم يكون حامي وغزير بالبداية. بننزل قطع الزنجر بالزيت وما بنحرك بالبداية، خليها شي دقيقة أو دقيقتين لحد ما الطبقة تمسك حالها. بعدين بنقلبهم على الجهة الثانية وبنخليهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الحلو من الجهتين، ومن بعد ما أخدوا اللون الذهبي بنطالعهم على الشبك مو على ورق المطبخ. الشبك أحسن مشان يتهووا ويضلوا كريسبي وما يطروا من البخار. بنكمل قلي كل الكمية بنفس الطريقة وشايفين هاللون ما شاء الله، وهيك بيكون صار عنا أطيب وألذ زنجر دجاج كريسبي. ممكن تعملوه بالبيت، قدموه مثل ما بتحبوه مع بطاطا المقلية وشوية كاتشب ومايونيز أو مع رز أبيض مبهر وسلطة خضراء. وما تنسوا العيران البارد. إذا كانت هي أول مرة بتشوفوني فيها اشتركوا بالقناة فورا وفعلوا زر الجرس مشان ما يروح عليكم ولا فيديو من وصفاتي السهلة والشهية. وأكيد إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك ومشاركة الوصفة مع حدا بيحب الأكلات الطيبة، وصحتين وألف عافية على قلوبكم. إذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. بتمنى وصفة اليوم نالت إعجابكم وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.